السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. لو تشوفوني اول مرة، لايك وشير واشتراك في القناة، وفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناة. يلا بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف نزلنا السوق النهاردة جبنا ايه. انا جبت شوية خضار كنت محتاجاهم. اول حاجة كنت محتاجة الخضار بتاع السلطة. عندي طماطم في الفريزر، بس انا كنت محتاجة الطماطم للسلطة. وكمان جبت اللفت ده هنخلله مع بعض النهارده. هقول لك كده على معلقه بنضيفها على مخلل اللفت، بيبقى مقرمش معاكي لحد اخر واحده في البرطمان. وكمان كنت محتاجه بطاطس، وجبت برتقان، وجبت قرنبيط، وكمان جبت ليمون، لان انا زي ما قلت لكم كنت محتاجه حاجه السلطه. وجبت كمان بصل، وجبت كزبره وبقدونس، وجبت شبت، وكمان جبت بنجر. وهقولك على الطريقة الصحيحة اللي تحفظي بيها البنجر في الفريزر عشان تستعمليه طبعا في العصاير. وفي ناس كتيرة بتضيف يعني بنجرة صغيرة كده ايه على التسبيكة بتاعت المحشي. تمام. نحط بقى بقية الحاجة كلها اللي احنا جبناها. هنا عندي البصل، وكمان عندي الليمون. خلاص كده ده الخضار اللي انا كنت محتاجاه وجبته من السوق. يلا بقى ندخل على الفيديو ونشوف هنخلي مخلل اللفت المقرمش اللي هيفضل لحد اخر واحدة في البرطمان. يلا بينا. اول حاجه عملتها في اللفت ان انا غسلته كويس جدا، لان احنا عارفين اللفت بيبقى فيه طين كتير. غسلته كده، فضلت ان انا ادعك فيه. كمان لو عندك الفرشه اللي هي بنغسل بيها الخضار تدعكي بيها اللفت بيبقى زي الفل. تمام. هنيجي هنا نقطع اللفت على حسب التقطيع اللي انت عايزاها. انا هقطعه شرايح، وفي كمان ناس بتقطعه صوابع زي صوابع البطاطس، زي ما تحبي وعلى حسب ما انت متعوده، او الطريقه اللي انت بتحبي تقطعي بيها اللفت. تمام. تقطيع مش هنختلف عليها، المهم الطعم والقرمشه بتاعته. خلاص كده هخلص كميه اللفت او تقطيع اللفت كله كده. خلاص كده خلصت تقطيع اللفت بتاعي وهسيبه على جنب. ونيجي بقى للبنجر. البنجر انا غسلته قبل ما اقشره، لاني لو قشرتيه وجيتي غسلتيه الفايده بتاعته هتروح، وكمان اللون بتاعه هيروح. فيفضل بقى ان انتي تغسليه قبل ما تقشريه. تمام. غسلته وهبتدي ان انا اقشر البنجر بتاعي اهو. البنجر احنا عارفينه ناشف شويه، وفوائده كتيره قوي للناس اللي عندها انيميا. ممتاز. والاولاد نحطهم كده ايه عشان ما يبينش الطعم، بقى نحطهم في العصير كميه قليله عشان ما ياخدوش بالهم منه. خلاص كده قشرت البنجر بتاعي، وهبتدي ان انا اقطعه مكعبات صغيره. تمام. يعني اصغر شويه كده من ايه مكعب البطاطس. نيجي بقى نعمل المحلول بتاع مخلل اللفت. اول حاجه هنحتاج معلقه كبيره من السكر. ايوه، من السكر. هي دي اللي بتدي قرمشه لمخلل اللفت، وبتخليه مقرمش لحد اخر واحده في البرطمان زي ما قلت لكم في اول الفيديو. عندي كمان 3 معالق كبار من الملح، وهاخد كده قد بنجرايه صغيره. تمام. اللي احنا قطعناه مع بعض. خلاص زي الفل. عندي لتر من الميه، او على حسب البرطمان بتاعك يعني هياخد ميه قد ايه. هدوب بقى السكر والملح والبنجر كله بقى لحد ما ينزل اللون بتاعه. خلاص كده زي الفل. الملح والسكر داب. هسيبه كده على جنب، واجيب البرطمانة اللي انا هحط فيها مخلل اللفت، او اللي انا هخلل فيها اللفت اهو. هبتدي بقى احط اللفت، او احط كمية اللفت كلها كده في البرطمان. خلاص كده حطيت كمية اللفت كلها في البرطمان، وجبت طبق بلاستيك هحط فيه البرطمان، لان انا مش عايزة اضيف المحلول بتاع التخليل ينزل على الرخامة ويبهدل لي الدنيا. فاي زيادات هتنزل في الطبق.
تمام. هضيف كده ايه المحلول بتاع التخليل كده على اللفت. خلاص كده تمام. نقفل البرطمان كويس جدا عشان الهواء، لان احنا عارفين المخللات لو ما قفلتيش البرطمان كويس هيسود. نقفله كويس، وبعد كده نقلب البرطمان عشان لو في اي زيادة تنزل. نفتح البرطمان اللفت ده بعد 5 ايام وهتاكلي احلى مخلل اللفت. خلاص كده. ناخد بقى البرطمان بعد كده نغسله كويس عشان الزيادات اللي نزلت. نيجي هنا بقى للبنجر اللي احنا قطعناه مع بعض، مسلقتوش ولا حاجه، زي ما هو كده. جبت عندي اكياس تلاجة وهبتدي احط البنجر في الاكياس. انا مش بحب اسلق البنجر، لان انتي لو سلقت البنجر الفايده كلها بتروح في ميه السلق، فانا عايزه استفيد بالفايده بتاعت البنجر، فعشان كده ايه مش بسلقه. تمام. خلصت كده الكمية وقسمت الكمية على كيسين. هخرج من الكياس الهوا كده واربطه كويس جدا، وساعة ما انا عاوز ان انا اعمل عصير اطلع كيس كيس كده على العصير. تقدري تستعمليه مع عصير البرتقال، عصير الجوافة، الرمان، الفراولة. فوائده تحفة جدا للاولاد. وهنا مخلي اللفت زي ما قلنا هيتفتح بعد 5 ايام وتاكلي احلى مخلي اللفت. بتمنى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.